مبدئيا ظهر في الاعلام الناس بتقول ان بايرن ميونخ، او في كلام او في ترشيحات ان محمد عبد المنعم من ضمن الناس المرشحة لتوماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ. بصراحة احنا جرينا على مصادر المانيا كلها، يعني ان انت تجري على مصدر او اكتر او 2 او 3 او 4 اللي هم طبعا زي سكاي سبورت الالمانية، زي بيلد كيركر، زي سبورت 1، زي زد دي اف. كل دي مصادر مهمة جدا في المانيا. لقينا ان الموضوع ما فيش عليه كلام، يعني حتى ما هم مش مهتمين بلاعب مصري. ولو دورنا لقينا ان بايرن ميونخ بيلعب على فئة ال26 سنة، محمد عبد المنعم 24 سنة. والكلام اللي يأكد ده زي كين وولكر اللي هم مع كبار. طب ايه التحليل للموضوع ده؟ التحليل ان الفريق مش عايز فريق شباب ويتطور مع الوقت. هم بايرن ميونخ شايفين ان هم لا عدوا المرحلة دي، يعني المرحلة دي عملها بروسي دورتموند مع انها ناجحة مع ريال مدريد. يعني ريال مدريد نزل بالاعمار السنية نازلة جامدة جدا، لكن هم بيفكروا ان هم شايفين ان اللعيبة اللي تيجي لعيبة جاهزة تقدر تنافس على دوري ابطال اوروبا، يعني اللي هو 27 سنة واكتر. فده تفكير بايرن ميونخ. هل التفكير ده يتماشى مع التفكير في محمد عبد المنعم؟ اعتقد صعب. فده موضوع محمد عبد المنعم.